مقصد الملهوف والهام يندبك والمرار الزول والهم. علي 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 مقصد الملهوف والهام يندبك والمرار الزول والهام. صدق صابك يا ابو حسين، صدق صابك يا ابو حسين، والهام يصب دمها على الجبهة. أبيا سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. إخواني القضية مفصلة بس أختار جملة الشاهد. أبو بكر وعمر عندما تيقن أنه أمير المؤمنين ما يصطف وياهم ففكر في أن يغتالوه. زين، منو إلى جرأة يغتال أمير المؤمنين؟ ماكو أحد إلا فرد واحد جاهل بالمعنيين، طائش مجنون مثل خالد بن الوليد اللي ما يفكر ويقدم. فجابوا خالد بن الوليد، اتفقوا وياه أنه تقتل أمير المؤمنين، وهالشكل تقتل أمير المؤمنين. هذا عندما يجي يحضر لصلاة الفجر، وفي ظاهر الأمر يقتدي بأبي بكر، وكانوا يصلون صلاة الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في أول الوقت، والدنيا مظلمة. فقالوا له أنت تجي للمسجد وسيفك تحت عباءتك، فتشوف وين جلس أمير المؤمنين في الصفوف تجلس يمه. فعندما أبو بكر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تضرب عنق أمير المؤمنين. منو؟ خالد بن الوليد. فأبو بكر عندما قام يتشهد فكر، قال خالد مو بقده، أصلا في البشر ماكو إنسان اللي يتمكن من تنفيذ هذا العمل. لو كان يتمكن إنسان يقتل أمير المؤمنين إلى الآن أمير المؤمنين كان مقتول 1,000,000 قتله. ففكر قال المؤامرة ترى فاشلة، وهذا عمر اللي ضغط علي بالنسبة إلى هذه المؤامرة، أما أنا ما قبلت، والآن أشوفها لا، إذا خالد يحاول هذا الأمر فأمير المؤمنين ما يخلي يسوي هذا الشيء، فربما أمير المؤمنين يقوم بمقتلة عظيمة هناك. هي يفكر، يقول إيه، يقول لا، يقول ما يصير، يقول عمر أصر علي، يقول خالد مو بقده، يقول لا ربما خالد بقده. نتيجة قام يطول في التشهد إلى أن قربت الشمس من الطلوع، فقال يا خالد لا تفعل ما أمرتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أمير المؤمنين الشكل باوع، شاف خالد جالس يمين، قال لخالد ما أمرك أبو بكر؟ قال أمرني بقتلك. ده ألخص، قال إذا أبو بكر ما كان يقول لك يا خالد لا تفعل هذا كنت تقتلني، قال إيه، قال له مو مشكلة، قال له مو مشكلة. أخذ رقبته بإصبعين، الإبهام والسبابة، مو الإبهام والوسطى، الإبهام والسبابة، وضغط ضغطه. في بعض الأحاديث مثل هذا الحديث
فصاح خالد صيحة منكرة. في بعض الأحاديث الأخرى فضرط خالد ضرطة منكرة، وذاك الصحيحة، لأن تدرون أكو تصليحات تخريبات يسموها تصليحات في الأحاديث. أمير المؤمنين ما سوى شيء، بس أخذ رقبة خالد بين إبهامه وسبابته، وليس بين إبهامه ووسطاه، وقام يعصر. هذا بعد اختنق، إما صيحة منكرة أو ضرطة منكرة، وثم خنق بعد ولا اتمكن يتكلم. أي واحد يجي حتى يخلص من يد أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يلحظه بس يباوعه، هذا يخاف يتراجع. أبو بكر شاف شنو يسوي، عمر شاف شنو يسوي، وأبو بكر يحس بالمسؤولية، أما عمر ما يحس بالمسؤولية. فإلى أن راحوا جابوا العباس عم أمير المؤمنين وخلوه واسطة. أمير المؤمنين هسه شنو يسوي؟ هذا العباس اجى واسطة إكراما لرسول الله، اللي العباس عمه ترك. بس قال له شيء، دققوا في الجملة. الشاهد هذه الجملة: قال أمير المؤمنين لخالد: كذبت، أنت ما تتمكن تقتل، لا أم لك. لا أم لك يعني ما عندك تربية، ما عندك تربية. من يفعله فرد واحد اللي يقتلني أضيق حلقة است منك.
شب الحطب على باب ملعون من شب الحطب ملعون من شب الحطب باب بيت المصطفى نداعيها باب بيت المصطفى نداعيها زهرة لاذت بيك ما تحميها زهرة لاذت بيك ما تحميها وملعون من شب الحطب على ملعون من شب الحطب الله يا الباب اللي ما عندك وفا ما رعيت البيك لاذت خايفة فاطمة عزيزة أبوها المصطفى فاطمة عزيزة أبوها المصطفى تدري يا ذي الذي يا ذيها وملعون من على باب ملعون من شب الحطب النبي ملعون من شب الحطب ملعون من شب الحطب يلا الله الله وآه يا باب الوصي باب البتول يا باب الوصي باب البتول ما رعيت الحرمة الهادي الرسول ليش يا الباب اذنتهم بالدخول ليش يا الباب اذنتهم بالدخول ما دريت القوم تعنيها ملعون من ملعون من شب الحطب يلا نشامه باب بيت المصطفى يا باب الوحي باب البتول يا باب الوحي باب البتول ما رعيت الحرمة الهادي الرسول ليش يا الباب اذنتهم بالدخول ليش يا الباب اذنتهم بالدخول ما دريت القوم تعنيها ما دريت القوم عنيها وملعون من إن شاء الله يا الباب اللي ما عندك وفا ما رعيت البيك لا خايفة يا الباب اللي ما عندك وفا ما رعيت البيك لا خايفة فاطمة عزيزة أبوها المصطفى تدري يا ذي الذي يا ذيها وملعون من ملعون من شب الحطب بيتين يلا ملعون من شب الحطب النبي ملعون من شب الحطب ملعون من شب الحطب على باب ملعون من شب الحطب ملعون من شب الحطب باب بيت المصطفى نداعيها باب بيت المصطفى نداعيها زهرة لاذت بيك ما تحميها زهرة لاذت بيك ما تحميها وملعون من شب الحطب على ملعون من شب الحطب الله يا الباب اللي ما عندك وفا ما رعيت البيك لاذت خايفة فاطمة عزيزة أبوها المصطفى فاطمة عزيزة أبوها المصطفى تدري يا ذي الذي يا ذيها وملعون من على باب ملعون من شب الحطب النبي ملعون من شب الحطب
ملعون من شب الحطب. يلا الله الله يا باب الوصي باب البتول، يا باب الوصي باب البتول، ما رعيت الحرمة الهادي الرسول. ليش يا الباب اذنتهم بالدخول، ليش يا الباب اذنتهم بالدخول، ما دريت القوم تعنيها ملعون من ملعون من شب الحطب. يلا نشامه وباب بيت المصطفى، يا باب الوحي باب البتول، يا باب الوحي باب البتول، ما رعيت الحرمة الهادي الرسول. ليش يا الباب اذنتهم بالدخول، ليش يا الباب اذنتهم بالدخول، ما دريت القوم تعنيها، ما دريت القوم عنيها وملعون من إن شاء الله. يا الباب اللي ما عندك وفا، ما رعيت البيك لا خايفة. يا الباب اللي ما عندك وفا، ما رعيت البيك لا خايفة. فاطمة عزيزة أبوها المصطفى، تدري يا ذي الذي يا ذيها وملعون من ملعون من شب الحطب. بيتين يلا ملعون من شب الحطب، النبي ملعون من شب الحطب. ملعون من شب الحطب على باب، ملعون من شب الحطب، ملعون من شب الحطب. باب بيت المصطفى نداعيها، باب بيت المصطفى نداعيها. زهرة لاذت بيك ما تحميها، زهرة لاذت بيك ما تحميها، وملعون من شب الحطب. على ملعون من شب الحطب. الله يا الباب اللي ما عندك وفا، ما رعيت البيك لاذت خايفة. فاطمة عزيزة أبوها المصطفى، فاطمة عزيزة أبوها المصطفى، تدري يا ذي الذي يا ذيها وملعون من على باب ملعون من شب الحطب. النبي ملعون من شب الحطب، ملعون من شب الحطب. يلا الله الله يا باب الوصي باب البتول، يا باب الوصي باب البتول، ما رعيت الحرمة الهادي الرسول. ليش يا الباب اذنتهم بالدخول، ليش يا الباب اذنتهم بالدخول، ما دريت القوم تعنيها ملعون من ملعون من شب الحطب. يلا نشامه وباب بيت المصطفى، يا باب الوحي باب البتول، يا باب الوحي باب البتول، ما رعيت الحرمة الهادي الرسول. ليش يا الباب اذنتهم بالدخول، ليش يا الباب اذنتهم بالدخول، ما دريت القوم تعنيها، ما